عمرك سألت نفسك ليه ممكن تفكر في شخص فجأة فتلاقي ان هو بيكلمك في لحظتها؟ او ليه مثلا لما بتخاف من حاجة ان هي تحصل لك فتحصل لك فعلا؟ ده بيسمى التخاطر او طاقة التخاطر، والموضوع ده علميا بيفسر على ان مخ الانسان مش مجرد عضو في جسمه، ده مولد طاقة كهرومغناطيسي. لان هنا العلم اثبت ان كل فكرة بتيجي في دماغك بتولد تردد او فريكوينسي معين. الفريكوينسي ده ما بيفضلش محبوس جوه الجمجمة بتاعتك، ده بينطلق في الفراغ الكوني على شكل موجات. فاحنا هنا بنكون عايشين في حاجة اسمها المجال الموحد. والمجال الموحد ده ببساطة عامل بالظبط زي ايه؟ هو شبكة طاقية احنا ما بنشوفهاش، شبكة طاقية ضخمة جدا بتربط كل البشر ببعض. فلما انت مثلا بتركز الخاطر بتاعك في فكرة معينة او شخص معين، انت بالظبط بتعمل برودكاست او بث الاشارة لاسلكية. الإشارة دي بتخترق المجال ده فورا وبتوصل لجهاز الاستقبال عند الشخص التاني، فهنا يبدأ عقله اللاواعي يلقطها، بس هنا هو بيترجمها على إن هي فكرة جات له على باله فجأة، لكن الحقيقة دي رسالة أنت بعتها له. وده بيفسر برضو ظواهر علمية في حياتك زي مثلا الانعكاس. ليه مثلا أنت ممكن تجذب لحياتك نفس النسخ اللي أنت بتفكر فيها؟ ليه مثلا ممكن تحس بالناس اللي أنت بتحبهم من غير ما يتكلموا؟ طاقة التخاطر هي طاقة ذكية وقوية جدا وسرعتها عالية جدا جدا، لأن هي هنا ما بتخضعش لقوانين المادة، دي بتخضع لقوانين التشابك الكمي. فهنا أنا هديكم مثال عشان أوضح لكم بيه أكتر في الواقع. شخص روحك مرتبطة بروحه قوي، ارتبطتوا ببعض قوي، أي حركة عندك بتسمع عنده في نفس اللحظة مهما كانت المسافة بينك وبينه بعيدة. وهنا برضو في سؤال مهم جدا لازم نسأله: ليه في ناس إرسالها دايما واصل وقوي وواضح وبيوصل بسهولة، وناس تانية مهما فكرت ومهما حاولت ان هي تحصل على نتيجة ما بتحصلش على اي نتيجة؟ لان الموضوع هنا مش مجرد تفكير وخلاص، ده ليه علاقة بقوة رادارك، نظافة ذبذباتك. انت اشارتك اللي بتبعتها مشوشة ولا قوية؟ لو بتبعت اشارة مشوشة بتوصل للطرف التاني ناقصة او حتى ما بتوصلوش. لازم تفهم ان التخاطر بتاعك هو اقوى اداة تغير بيها مسار حياتك. بس لو انت بقى مش عارف ازاي تنظف المسار اللي الطاقة دي بتمشي فيه، فهتفضل تبعت اشارات في الفراغ بلا جدوى. الطاقة دي اللي هي بتاعت التخاطر لو انت وجهتها صح، انت بتبني كسور كانت مقطوعة، بتقرب مسافات لحاجات انت كنت شايف ان هي مستحيل تحصل لك. الخاطر بتاعك هو البوصلة، فخلي بالك كويس قوي انت موجه بوصلتك فين. اي تردد انت بتسمح ان هو يدخل في مجالك الطاقي